هاي، واش راكي ديري؟ على بالك قاعدة وقاتلاتك السخانة. أرواحي نديرو كيكة كيف كيف بنينة خفيفة واقتصادية. ديروها القهوة العصر. شوفوا القوام تاعها شحال شباب، شوفوا جاية كي ليبونج وبنينة. على بالكم نجيب لكم غير الوصفات البنان والاقتصاديين. أرواحوا لهنا. على بالي كامل من رمضان قعدت لنا باكي تاع فلان أيقو جيبيه ورواحي نحكمو روبو ولا أشواغ ولا أي وسيلة كانت عندك. نديرو فيها نص كاس سكر، نص كاس زيت، مع نص كاس حليب، ونزيدو لهم باكي تاع فلون أيقو حبيتي يا مدام، فرز شوكو قارص حتى كراميل. أنا كان عندي كراميل من رمضان درتو. المهم درناهم كامل كيف كيف وخلطناهم في الروبو. شوفي يا مدام، ما عندكش روبو ديري اشوار، ما عندكش اشوار ديري باتور، ما عندكش باتور ديري برا، ما عندكش هادو كامل استعملي يدك. احنا نعطولك وسيلة تساعدك. انتي ما عندكش تقدري ديري بيدك عادي وتطلع لك وتجيك بنينة وتجيك ما شاء الله. ما ديريش برك السبة باش ما طيبيش، هذا ما كان. شوفوا انا درناهم يتخلطوا بيان بيان، يعني الروبو فاش مليح يسرع لنا العملية وينقصنا شوية تعب وحيا. هذا ما كان. موراها بعد ما تخلطوا لنا مليح مليح نحو حوالي نص كاس ونحطوه بجيه، ومن بعد تعرفي واش حندير به. كملي الفيديو باش تعرفي، ما نقولكش دوكا باش تحبسي نص الفيديو تروحي. اني نقصر برك يعني في الاخر تشوفوا واش راح ندير بهذا النص تاع الكاس. ومن بعد نزيدوا له 2 حبات تاع بيض للخليط تاعنا بدرجة حرارة الغرفة. يعني أي حلوة ديريها موسكوتشو كيكة باتيسري، البيض عمرك ما ديريه بارد، راح يخسر لك كامل الوصفة تاعك. نزيدو نديرو هادوك 6 حبات بيض ونخلطوهم مليح مليح مليح. هنا بعد ما خلطناهم نحو هداك الخليط تاعنا من الطاس، يعني نحوه من الطاس تاع الروبو ونحطوه. شوفوا هنايا البنات هنا برك الصرا مشكل في التصوير. يعني هذا الفيديو قبل ما ندير البيض انا يعني غلطت، تسمى حبيت نوضح لكم برك. هذا ما كان. موراها شتو هذاك الخليط اللي قعد في الطاس واش نديرو؟ نزيدو له واحد 2 صباعتين برك تاع ما، ميم با ربع الكاس تاع عفوا ماشي ما، حليب تاع حليب، ونديروه ونخلوه يدور باش يعاود يغسل لنا كامل هذاك الطاس تاعنا، باش هذاك الخليط ما يروحش خساره، ونعاودو نرجعوه للكيكه ديالنا. شوفوا بعد ما زدت هنا الحليب وكنت زدت البيض وخلطتهم مليح مليح. فهمتوا البنات؟ ان شاء الله برك تكونوا فهمتوا واش درت. انا غلطت مع الاول، درت الخليط في الغيسيبيون وانا كنت ما درتلوش البيض، ومن الاحسن كي ديروا له البيض تكونوا خلطوه مليح مليح. على هذا عاودت رجعته للروبو وخلطته مليح مليح، ومن بعد عاودت رجعته للغيسيبيون. هذا ما كان. هنا بعد ما خلطتهم مليح زدت لهم شويه الكو تاع الكراميل، ما عندكش ديري لافاني تكفي، وزدت لهم نص مغرفه تاع لافاني. هذا ما كان. وزدت لهم كاس تاع فرينة مغربلة. غربلوا الفرينة البنات، غربلوها من الأحسن تغربلوها سختو في الحلوى. أنا هنا الفرينة تاعي راهي مغربلة ديجا، بصح في الحلوى نعاود نغربلها مع كيس خميرة الحلوى. هنا شوفوا البنات الفرينة منديروها عمرنا ما نديرو الفرينة يعني دفعة واحدة، خصوصا للمبتدئات من الأفضل ديريها بالدفعات. فهمتوا البنات؟ هنا قلت لكم دوك نزيد كيس تاع خميرة الحلوى ونغربلو. مام خميرة الحلوى غربلوها على خاطش من داك تكون يابسة، يكون فيها هكا هي تكون على شكل حجر وتقعد لنا في العجينة تاعنا وما تتخلطش مليح وتفسدها لنا. فهمتوا؟ تما من الأحسن تغربلوها بيان باش تكونوا ضامنين تنجح لكم الوصفة تاعكم. شوفوا هنا يا مدام، خلطي 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 خلطي.
بيدك برك تكفي هنا بالفوي. الوصفة تقدري ديريها تم بيدك وتنجح لك وتجيك هايلة. موراها نحكمو المول الأسطوري تاعنا. واش نديرولو زبدة ونزيدو نغربلو فوق الفرينة. ملاحظة برك كو تشوفوا هنا، ما باليش لو يبان لكم في الكاميرا، هذا المول الأسطوري شريته معوج، نص جهة جاية صغيرة وجهة جاية كبيرة. مام كي حسبت يعني بالمتر لقيت ماشي كيف يجي صغير ومن بعد هكا يكبر. شوفوا كيفاه داير، يعني كي نوريه لكم نتوما كي تكونوا تشرو برك انتبهوا شوفوا ما يكونش معوج. المهم هنا بعد ما فرغت الخليط تاعي كامل في المول الأسطوري، نسويه مليح ونجوزلو من الفوق بالموس. هذا مكان شتي شحال سهلة. نوضي ديريها، نوضي ديريها، نوضي فرحي وليداتك في القهوة. ولادنا شحال يحبوا كي نديروا لهم عفسة هكا في الدار، زعما كيكة ولا زعما باتيسري نكلخوا لهم. المهم حاجة هكا حلوة نحطوها لهم فوق الطابلة يموتوا بالفرحة. انا بنتي كل ما ندير حاجة هكا تقولي ماما انيفرسير اليوم، انيفرسير تاع من ربي يحفظنا كامل ولادنا ان شاء الله ونشوفوهم في اعلى المراتب. شوفوا هنايا بعد ما سويت الكيكة تاعنا نسقمها مليح مليح باش ما تجينيش نص طالع ونص هابط، ونجوز لها هكا بالموس من الفوق، من الفوق هكا في الوسط بالموس كيما راني ندير، وندخلها الطيب. والفور نكونوا سخناه من قبل. شوفوا كيف دخلتها الطيب، شوفوا كيفاش تجيني، يعني تجي اسفنجية، تجي خفيفة صدقوني بزاف بزاف بنينة. هنا راهي سخونة واني نحاول نحي فيها وهي سخونة على جل التصوير. ثم خلوها تبرد ومن بعد نحوها عادي. شوفوا كيف طلعت لي ما شاء الله. بورتون يعني قلت لكم المول تاعي جاي معوج هكاك وطلعت لي هايلة. شوفوا ها انا جوزت لها الموس هنا باش كي ندير هذيك يعني هذيك لاصوص اللي خليناها مو قبيله تدخل شويه فيها، وبقيت ندير في لاصوص اللي خليناها مقبل ندير فيها يعني نديرها من الفوق نشبه فيها. شوفوا البنات تقدروا تشبحوها عادي كيما حبيتوا، زعما ما حبيتوش تخلوا لاصوص تقدروا تجوزوا لها كامل الفوق بالمعجون، تقدروا ديروا لها شوكولا. احنا المهم راني انا يعني نحاول نعطيكم عفايس اقتصاديه ديروهم انتوما التزيين كيما حبيتوا وش كان عندكم في الدار. الواحد ما يكلفش روحه، يدير حاجة بمقدوره. المهم يفرح وليداته يفرح عائلته يحمر وجهه. يعني صراحة هاد الكيكة تقدري تشوك الضياف طيبيها لهم وتحطيها لهم وما تحشميش عادي، خدش بزاف بنينة وخفيفة وما شابة. كيما راح تشبحيها راح تخرج لك شابة. تقدري حتى ما تشبحيهاش تحطيها هكذا كبر كيما خرجتها انا وتجيك شابة وتحمر لك وجهك. شوفوا هنايا بعد ما طليتها كامل بهذيك لاصوص اللي قعدت لي، انا شفت لقيت عندي في الدار نواه كوكو، درت لها من الفوق نواه كوكو. لا عندكم كاوكاو تقدروا ترموا لها الكاوكاو من الفوق. المهم حاجه اللي كانت عندكم في الدار تقدروا تشبحوا بها. رميت لها هكذا نواه كوكو من الفوق. انا صراحه نحب بزاف الكو تاع نواه كوكو ونحب ندخلوه، كنا نلقى ندخلوه في كاع حلوياتي خاطش نحبوه بزاف. وكاين اللي ما يحبوش، يعني كل واحد والذوق تاعو. وكانوا عندي حبيبات تاع جوز شبحتها هكا بحبيبات تاع جوز. وكانوا عندي هاد الحبيبات هادو شغل تاع التوت تاني زدت شبحتها بيهم. وهذه هي النتيجة النهائية تاع الكيكة تاعنا. جات بزاف خفيفة بزاف بنينة تحمر الوجه. نتمنى تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش البنات تدعموني بجيم كومنتير واشتراك في القناة. تعطوني رايكم في لي كومنتير راني نريبوندي عليهم. تعطوني اقتراحاتكم وبقوا على خير.